السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد البسبوسه اللي خطيره بزاف. المذاق ديالها كيجي واعر بزاف، كتجي شاربه مع الصوص ديال الشوكولا من الفوق، كتجي يا سلام. المهم متاكده مليون في المية بان هذه الوصفه هذه الا جربتوها غتوليو مدمنين عليها، غتعجبكم بزاف. المهم قبل ما نشارك معكم الوصفه، الا كنتو جداد او الا كنتو اول مره تشوفوا هذه القناه هذه، ما تنساوش تدخلوا ليها تشوفوا داكشي كامل اللي عجبكم، ديروا واحد الاشتراك ولايك وتشاركوها مع الناس اللي كتعرفوا علاش لا. المهم بالنسبه للوصفه راه ديجا شاركتها معكم في الانستغرام، ولكن غنحطها هنايا باش هكايا يكون فيديو طويل شويه ونشرح فيه كاع الخطوات. بالنسبه لهاد البسبوسه هذه ديجا شاركتها معكم واحد المره، ماشي جوج، ولكن صراحه كتعجبني بزاف. داكشي علاش اشاك فوا كنصيبها كنقول خاصني نصورها. المهم هاد البسبوسه هذه راه بلا بيض غنبقى نقول لكم عاوتاني بلا بيض بلا هادشي. المهم كتجي بلا بيض، ولكن صراحه كتجي واعره. هنا درت كاس ديال الحليب يكون على الحراره ديال المطبخ، ومن بعد كنضيف عليه كاس ديال السكر، ومن بعد كنضيف عليه الفانيليا. تقدروا ديروا السكر الفانيليا في بلاصه هاد الفانيليا هذه، ما كاين مشكل. هنا كندير الزبده دائبه، حتى هي درت كاس، نفس الكاس اللي عبرت به السكر والحليب غنعبر به الزبده حتى هي، وغنعاود نعبر به السميده نفس الكاس ديما. انا هنا استعملت الكاس ديال 200 ملي. ومن بعد كنضيف البودره ديال اللوز مع 7 غرام ديال الخميره الكيماويه. كنخلط كلشي مزيان. من احسن انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي، هكا تهناو من هذا الفوي هذا. وصافي من بعد كنضيف 2 معالق ديال الكاكاو يكون مر. بالنسبه للكاكاو انا هنا استعملت الكاكاو العادي ديال كاكاو ديال، المهم نسيت الماركه، الا تفكرتها غنكتبها لكم في صندوق الوصف. وصافي كنخلط مزيان حيتاش ديما كتسولوني اشنو هي النوعيه ديال الكاكاو اللي كنستعمل، حيتاش كيجي اللون ديال الكاطو ديما غامق. المهم هنا خديت المول ديال الضغط، من بعد ما دهنته بالزبده غنكب فيه الخليط وغندخلها للفران اللي ديجا درتو على 180 درجه. بالنسبه للمده ديال الطهي خدات ليا 15 دقيقه صافي. وهنايا غنوجد الصوص ديال الشوكولاط اللي ديما كنعتمد عليها. هنايا استعملت الشوكولاط يكون ديال 70%، استعملت 150 غرام ديال الشوكولاط. هنا خديت 150 غرام ديال الشوكولاط، كنديرو هكايا في بول، وكنضيف عليه 80 مل ديال الحليب او نص كاس ديال الحليب هكايا بلا ما تعبروا الحليب، ماشي ضروري انكم تعبروا الحليب. ومن بعد كنضيف عليه ملعقه ديال الزبده. بعد المرات كنضيف شويه ديال القرفه، شويه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. انا درته هنايا واخا ما صورت ديك اللقطه، ولكن درت ليها شويه ديال القرفه. وصافي من بعد ما دوزتها في الميكرووند حتى داب كلشي، كنخلط مزيان بالفوي حتى كنحصل على ديك الصوص ديال الشوكولاط اللي كتجي ثقيله شويه، يعني ما كتكونش سائله، كتكون ثقيله شويه. ومع المده هكا ملي كتبرد راه كتجي بحال لاكاناش ديال الشوكولاط، هذاك لاكاناش اللي ما كنطلعوش. وصافي هنايا من بعد ما طابت البسبوسه في نفس الوقت باقا سخونه، خديت الحليب اللي درت ليه شويه ديال السكر وشويه ديال السكر فانيي، سخنته شويه على النار، وهنا غنسقي به البسبوسه كامله. وضروري خصكم تسقيوها مزيان باش هكايا تجيكم عاوتاني واعره بزاف. وصافي من بعد ما كنسقيها كنخليها حتى كتبرد شويه، عاده كنكب عليها ديك الصلصه ديال الشوكولا اللي وجدت قبل، ودخلوها للثلاجه. ضروري تدخلوها للثلاجه تبقى فيها ساعه حتى ساعه ونص حتى كتبرد مزيان، راه كتجي يا سلام. هنايا انا في نفس الوقت اللي صورت الفيديو كلشي، يعني المشكل في العشيه ندخلوا مالي نضر خرجوا لي البسبوسه من الثلاجه، يعني كلاو منها صافي ونسيت. المهم ما صورتهاش ملي قطعتها، ولكن ديجا عندي هنا في لاشين غتلقاوها في لي فيديو، دوك لي فيديو الصغار غتلقاو فيها هاد البسبوسه هذه نفسها كامله قطعتها وكل شيء، ولكن اليوم ما مكتبش. المهم الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايك وتبارطاجيوها، واذا كنتوا جداد علاش لا ما ديروش الاشتراك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.